الوقت بدا كيتسارع، وكل ما قدمتي خطوة كنتي كتحس ان كل شي من حولك كيولي اكثر غموض. الظلام ما كانش مجرد حالة من العدم، كان شي حاجة حية كتستمر في محاصرتك، كأنك في حلم، لكن ماشي حلم عادي، كأنك في شي مكان ما فيكش النور، وكل ما حاولتي تخرج منه كترجع تكبر فيه اكتر. الهمسات اللي كنتي كتسمعها ما كانتش مجرد أصوات، بل كانت رسائل، أصوات غريبة كتوصل ليك من كل بلاصة، وكأنها جاية من عالم آخر. الظلام بدا كيكبر، وانت كنتي كتسائل واش هذا هو الفخ، واش يمكن أنني عايش في حلم ولا هذه هي الحقيقة. كنتي تتمشي في ممرات مظلمة، وكل ما تقدمتي كتر كل ما كانت الأسئلة في بالك تتزاد. واش فعلا غادي نقدر نخرج؟ كنتي تتحاول تفسر كل شيء، ولكن كل حاجة كانت غامضة، وكل ما كنتي تحاول تجاوب على هذا السؤال كان كيطلع لك سؤال آخر، كأنك في دوامة كتدور بلا نهاية. الحقيقة بدأت في الظهور. شي لحظة كان شي حاجة واقفة، كان الصوت ولكن اختفى. الظلام صار أكتر كثافة، ولكن وسط هاد الظلام كنتي كتلاحظ نور خفيف بعيد كيوجهك. واش هادي هي الطريق ديالي؟ كنتي كتسائل، ولكن الجواب ما كانش واضح. بغيتي تمشي، ولكن في كل خطوة كيتزاد الشك. كنتي كتحس بشي حاجة غريبة، شي حاجة ماشي في محلها. الطريق قدامك كان فيه الظلال وأشياء غامضة، كنتي كتسائل واش هاد الشي حقيقي أو مجرد وهم. الرسائل اللي كنتي كتسمع كانت كتخليك تحس أنه كاين شي سر، وكأن كل شي مكتوب، ولكن ما قدرتيش تفهمه. الظلام كان في داخلك. المفاجأة كانت فاش فهمتي أن الظلام ما كانش برا، كان في داخلك. الكوابيس اللي كانت تحاصر عقلك كانت ماشي حاجة خارجية، بل كانت جزء منك. وكان السؤال اللي كان في بالك، واش كنتي غادي تقدر تهرب منها؟ الكوابيس، الظلام، الخوف ما كانوش عدوات خارجية، كانوا عناصر كتخليك تواجه نفسك. كانت مرحلة من مراحل التغيير. كان الظلام هو التحدي الحقيقي اللي خصك تواجهه باش تكتشف الحقيقة. وكل ما كنتي كتحاول تجنب الظلام كنتي تكتشف انه كان جزء منك، كان الاختبار الحقيقي لطاقتك الداخلية اللي ما كنتيش فاهمها من قبل. وانت كتمشي في هاد الطريق كنتي كل ما كتزيد كل ما كنتي تتقرب اكتر لنفسك. الظلام بدا كيخف، ولكن كنتي تتحس بشي شعور غريب كيطلع من قلبك. كان شي حاجة كيعطيك القوة، كان نور داخلي بدا يتضح قدامك. هل انت مستعد لهذا التحول؟ في هذه اللحظة كل شي بدا كيتبدل، كل الافكار المشوشة، كل الهمسات اللي كانت تتحيرك، كل الالغاز اللي ما كنتيش فاهمها ولاو كيظهروا قدامك. كنتي كتواجه الحقيقة كبيرة. الظلام كنتي كتحاول تهرب منه ما كانش حاجة خارجية، كانت حاجة في داخلك، وكان خاصك تتعامل معاه باش تكون اقوى. الظلام بدا كيختفي، وكان الهواء ديال المكان كيولي اخف. كنتي كدير خطوة جديدة، وكل حاجة قدامك ولات اوضح. وصلتي لشي مرحلة فكرية جديدة. الكوابيس اللي كنتي كتحس بيها كانت رسائل كتوجهك، وكل لحظة كنتي كتحاول تتخطى فيها الظلام كانت تساعدك تكتشف الضوء اللي داخلك. في النهاية كنتي قادر تواجه الظلام داخل قلبك، وتفهم ان كل شي كان مجرد اختبار. الفوضى كانت جزء من النظام اللي خاصك تحياه، ومع كل لحظة كنتي كتعيشها كنتي تكتشف ان الحقيقة كانت قدامك طوال الوقت. ودابا وقد وصلتي لاخر الطريق، كنتي تتحس بالقوة اللي بديتي تكتشفها في نفسك. الظلام اللي كان كيحيط بيك كان مجرد اختبار، كان يجي في حياتك باش تكتشف نفسك اكتر. وكل لحظة كتحاول فيها الهروب كنتي تكتشف الحقيقة الجديدة. كل خطوة كانت تتقربك اكتر من الهدف الحقيقي. ولكن السؤال اللي كيبقى، واش هذه هي النهاية او لا غادي تواجه شي تحديات اخرى في الطريق؟ كانت هذه هي اللحظة ديال الحقيقة، ولكن مازال قدامك اختيارات كثيرة.
واش غادي تكون مستعد للحقيقة الكاملة؟ واش غادي تقدر تواجه كل ما جاي قدامك؟ الظلام ما كانش الخصم ديالك، هو مجرد مرحلة من مراحل حياتك، كان اختبار لقوتك الداخلية، وكان ليك الاختيار باش تواجه. واش غادي تقدر تمشي قدامك وتكون الشخص اللي طالما كنتي باغي تكونه؟ هذا هو السؤال اللي غادي يواجهك في كل خطوة من خطوات حياتك. شكرا لكم إلا كنتو سمعتوا قاع الأجزاء كاملين. يكون هذا هو الجزء الأخير، نتمنى يكون عجبكم. ولا كنتو باغيين تسمعوا شي حاجة واحدة أخرى، ما عليكم تخليوها في الكومنتير وتشاركوا معنا في القناة باش تزيد تكبر العائلة. شكرا لكم، تهلاو.